مساء الفل عليكم وازيكم. حاجه مهمه جدا، مش هستنى لحد بكره او مش هستنى لحد ما اتشيك كده والبس كده وبتاع، نازل بالبيجامه عشان اجيب عيش وواقف قدام الفرن مستني العيش. ورغم كده لازم اقول لكم الحاجه المهمه جدا اللي انا مش قادر اخليها تستنى كده اكتر من كده. يعني غلطه بيقع فيها معظم 90% من الناس اللي بيتعينوا جديد، الا وهي اول ما بيتعين اي شاب جديد او قديم او اي حاجه، المهم لسه داخل الشغل يعني، فبيبقى في مخيلته ان هو لازم يطلع كل طاقته سواء في تخصصه او في غير تخصصه. في تخصصه اوكي انا معاك طالما تبع الجوب ديسكريبشن بتاعك حلو، لكن في غير تخصصه دي هي اللي بتبقى المصيبه. ليه بقى؟ لان لو هو اشترك في عمل غير عمله، بعد كده الاداره او مديره يعني او صاحب المكان او صاحب الشركه او اي حاجه بيبدا ان هو يحاسبه على تقصيره في عدم عمل العمل اللي هو مش عمله. يعني خدت بالك حاجه يعني تلخفن كده. مثلا لو انت مهندس وقال لك جنب المهندس كده وانت بتعمل لي بقى الحسبه بتاعت واخد بالك الحسابات بقى بتاعت دخلنا صرفنا ايه ومش عملنا ايه وبتاع، اوكي أو معلش اصل المحاسب مش موجود، المحاسب في اجازه، بعد كده شويه وهي لا المحاسب اصل ما جاش، لا انا كرشت المحاسب. طبعا هيعجب الكلام ده مين؟ المدير وصاحب الشركه. ليه؟ هيوفر راتب واحد وانت يا بيه هتبقى 2 في 1 بيرت بلس. هتفضل كده الفتره، اصل معلش مش لاقيين محاسب، معلش انت شايل الشغل ومش عارف ايه. يعني ايه المشكله لما يبقى موظف عنده شايل شغلتين مع بعض 3 كمان؟ ايه المشكله؟ بنفس الراتب بنفس كل حاجه. المصيبه الاكبر من كده ان انت لو غلطت غلطه يا مهندس ده في الحسابات او في الاتش ار او في اي حاجه مش تخصصك اصلا ومش في الجوب ديسكريبشن بتاعك، هتتحاسب عليها حساب الملاكين، وهيبقى حق مكتسب ان هم يحاسبوك عليها. وعشان تقنعهم ان ده مش شغلك بعد كده هتبقى مصيبه اكبر، هتبقى في مشكله اكبر من كده. فمن البدايه لما يبقى في تخصص مش تخصصك، حاجه مش تبع الشغل بتاعك، حاجه مش من ضمن الجوب ديسكريبشن بتاعك، ما تعملهاش، اعتذر عنها. والافضل ان انت لو قلت ان انت ما تعرفهاش، اصل هي مش هتحليك. اللي هيحليك ايه بقى؟ شطارتك في مجالك انت فقط، في مجالك انت فقط. انت مهندس تبقى شاطر جدا في الهندسه، محاسب تبقى شاطر جدا في الحسابات، اتش ار تبقى شاطر جدا في مواضيع الاتش ار والعقود والكلام من ده. غير كده ما تعملش.